السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كان في مباراة مهمة بين فيوتشر والزمالك في دور الثمانية، البطولة الكونفدرالية. المباراة كانت على أرض فيوتشر استاد السلام في ذهاب دور الثمانية. مباراة العودة يوم الأحد الجاي إن شاء الله في استاد القاهرة. المباراة دي تحت عنوان الحرص الزيادة قتل متعة المباراة. كل مدير فني سواء تامر مصطفى، خوزيه جوميز، الاتنين نازلين يلعبوا على ان هو ازاي يوقف مفاتيح لعب الفرقة اللي قصاده. اول حاجة فكر فيها ان هو يوقف خطورة الفرقة اللي قصاده على حساب النواحي الهجومية بتاعته، لأن النواحي الهجومية كانت ضعيفة عند الفرقتين. كل واحد مستني الفرقة التاني اللي قصاده الغلطة عشان يحرز أهداف أو يحرز أو يتسيد المباراة بأخطاء المنافس. ولو شفنا الثلاث أهداف اللي أحرزوا، هنلاقي الهدف بتاع فيوتشر هو بدأ من خطأ من نص ملعب فيوتشر، هو فاول لفتوح، حكم مشاها. طبعا سذاجة من حسام عبد المجيد. انا ما شفتش مدافع بيجري بظهره، هو مش شايف مين اللي مرمي على الارض. خبط فيه وقع بقى خلاص. رايحين 4-2. طلوع عواد غلط، مش قافل زاويته كويس. ادي الهدف بتاع فيوتشر. الهدف بتاع الزمالك من ضربة ركنية المسلوسي بيحطها. ضعف من جنش، ما قدرش الكورة، ما طلعهاش صح. هدف التعادل الزمالك من خطأ من جنش. والجون التاني ضربة جزاء. الجزيري ضحك على المدافع، بيعمل في أي مدافع دلوقتي الجزيرة، إن هو يروح يحط المدافع في ظهره ويلبس المدافع ضربة جزاء. تامر مصطفى، أنا ابتدي دلوقتي أتكلم بتامر مصطفى. يعني إيه، هو ساعد الزمالك في الماتش دوت بقصد بقى، مش عارف، هو حب يعمل تكتيك يفاجئ الزمالك. الزمالك طبعا هو كان قال هو كتاب مفتوح للزمالك، قال لك الناس كلها عارفه ان احمد عاطف هيبقى في قلب الملعب مهاجم لوحده. رزق احمد عاطف كجناح شمال بدل عبد الكريم الوادي. حط علي ياسر كمهاجم محطة في القلب. فيعني بيفاجئ نادي الزمالك. خسر قوة من قوات فيوتشر اللي هو أحمد عاطف في قلب الملعب، اللي بيلعب فيها ينطلق بين الاتنين سيرت باكات. وبسرعاته بيعرف يخطف السنتر باكس اللي بيلعب عليهم بسرعته من قلب الملعب. احمد عاطف مش بتاع ان هو يبقى يلعب وينج ويخش مهاجم، يعني ما بيعرفش يجري من بره لجوه، يعني مش دي مهارات احمد عاطف. هو عايز كرة مباشرة في وجه المرمى، يعرف يجري ويستلمها ويروح على الجون. فبعدين احمد عاطف مش بتاع ان هو ايه، هو كان حاطه ان هو يوقف خطورة انطلاقات عمر جابر مثلا، ان هو مع شيكابالا، او كمان او احمد زيزو مثلا لما ينزل. فهو كان واقف لعمر جابر. هو احمد عاطف مش بتاع ان هو يجري على الخط رايح جاي رايح جاي، مش بتاعته يعني. اجهد في الموضوع دوت حتى ما بدأ يعدل الشوط الثاني ويرجع احمد عاطف في مكانه. احمد عاطف استنفذ بدنيا، فما قدرش يعمل الشغل اللي هو كان بيعمله في كل الماتشات اللي فاتت. تاني حاجة علي ياسر برضك، ان هو حطه كراجل محطة، يعني لسه شاب صغير. اه احرز هدف، بس هي ما عملش حاجة غير الهدف علي ياسر. فهو ريح دفاع نادي الزمالك الشوط الاولاني باللي هو عامله دوت. طبعا الشوط التاني لما جه يعدل خلاص احمد عاطف استنفذ بدنيا. فدفاع الزمالك مفيش غير الكرة بس الشوط التاني اللي هو احمد عاطف حطها في العارضة برضك من حسام عبد المجيد، اللي هو اتزحلق. الكرة راحت منه، عمل هجمة مرتدة والزمالك في حالة هجومية. الكرة جت في العارضة. باستثناء ده أول كرة أول 5 دقايق الكرة في العارضة لفيوتشر. فيوتشر بعد كده مفيش فرص تذكر لفيوتشر. نيجي نتكلم بقى على الزمالك ومع خوزيه جوميز. الناس كلها المحللين والنقاد، وفي ناس طلعت، حتى في ناس من جمهور الزمالك بيقول لك الزمالك والاداء ومش عارف ايه وفيوتشر، لدرجه ان في ناس طلعت قالت فيوتشر احق بالفوز واحق بالماتش وي 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 وي. طب لو جينا بصينا على الاحصائيات عشان نشوف مين الاحق ومين الاقدر ومين الناس اللي بتقول فيوتشر كان الماتش بتاعه. احنا لو بصينا على الاستحواذ هنلاقي الزمالك 60 فيوتشر 40. لو جينا بصينا على إجمالي التسديدات مثلا هنلاقي 6 لفيوتشر و14 للزمالك. فرص كبيرة للفرقتين هتلاقي فرصة لفيوتشر و3 للزمالك. فرص كبيرة ضاعت، واحدة من فيوتشر واتنين من الزمالك. هتلاقي مثلا لو جينا اتكلمنا على التمريرات، الزمالك عمل 472 تمريرة، منهم 390 تمريرة صحيحة بنسبة 83%. فيوتشر عمل 317 تمريرة
منها 219 تمريرة صحيحة يعني 68%. ضربات ركنية 9، الزمالك 2 فيوتشر. ازاي بقى ايه الفوز بالثنائيات، الكرات العالية، كل ده لصالح نادي الزمالك. هنزل لكم الإحصائيات دي كلها يعني تشوفوها، كل الارقام لصالح نادي الزمالك. يبقى منين بقى فيوتشر احق بان هو ياخد الماتش او يكسب الماتش والزمالك خطف الماتش من فيوتشر؟ لا، هي الزمالك مثلا بان ان هو مش قوي هجوميا، ما بانش ان هو ضيع جوان كتير، بس يعني مثلا لمس في منطقه جزاء الفيوتشر 28 لمسه، يعني دخل وصل اكتر فيوتشر 14، يعني الضعف. فهي بقى ايه حته المشكله بقى ان انت مثلا ايه عندك طيب الذكر ناصر منسي، هو طيب قوي يعني، المفروض المهاجم بتاعك انا ما حسيناش هي مشكله الزمالك ان هو ما عندوش مهاجمين. الحته اللي قدام دي هو محتاج تدعيمات كتير قوي في الحته اللي قدام. دي مش مشكله خوزيه جوميز، يعني الراجل قفل على مفاتيح فيوتشر، ووصل لمنطقه جزاء فيوتشر كتير. هي بس كان في حتة بس اهي هنذكرها بعد كده. طبعا هو بدأ بالطريقة بتاعته 4-1-2-3. بدأ بعواد حراسة المرمى، قدامه اتنين سنتر باك، حمزة المسلوسي وحسام مجيد. باك شمال فتوح، باك يمين عمر جابر، قدامه مركز 6 دونجا، قدامه مركز 8 أحمد حمدي، وده كان ليه أدوار مركبة. وقدامه مركز 10 ومهاجم تاني أو مهاجم وهمي أوباما. قدام مهاجم صريح ناصر منسي اللي هو الحاضر الغائب. ووينج شمال مصطفى شلبي، وينج يمين شيكابالا. خوزيه جوميز عمل ايه بقى؟ هو يعني انا قلت ذكرتها في الفيديو اللي قبل كده ان هو جوناثان لما بيجي ينطلق بيسيب مساحات وراه. فهو عمل ايه؟ خلى احمد حمدي هو اللي يساند عمر جابر في الناحيه اليمين، وثبت شيكابالا حر ورا جوناثان ان انت تقطع الكرة تروح لشيكابالا. شيكابالا بقى كان عنده بطء وعنده سوء تصرف وبطء انطلاقات عمر جابر مع شيكابالا. اما راحوا مرتين ثلاثة، بس انا لو انا شيكابالا في حالته او شيكابالا في سرعاته او شيكابالا في حالته الطبيعية، انا كان زمان ممكن يستغل الحتة ديت، ينجز منها، يعمل منها خطورة كتير. يعني في كرة جني شلبة من شيكابالا كان ممكن يديها لأحمد حمدي جون فاضي، يعني يحطها جون. عمر جابر عرضياته كلها ضايعة، مفيش عرضيات سليمة من طلعت من عمر جابر، أو بتخبط في المدافعين وتطلع كورنر. كورنر بيجي مفيش حد بيعرف يرفع كورنر عدل. ادي النقطة اللي هو ايه، ادي نقطة هجومية اشتغل عليها جوميز كويس، بس للأسف التنفيذ من اللعيبة كان سيء. مش عيب جوميز بقى ان هو التنفيذ من اللعيبة مش تمام. طبعا جوميز استغل الضعف الجانب اليمين من فيوتشر. باسم علي ضعيف سنه، مفيش عنده سرعات. مصطفى شلبي يروح عليه واحد لواحد بيعدي فتوح ومصطفى شلبي عمل شغل كتير قوي في المنطقة ديت، وراحوا بأكتر من هجمة وعملوا عرضيات كتير. بس للأسف برضك ناصر منسي وأوباما الاتنين ما فيش، الاتنين مش عارفين يستغلوا الكرات العرضية، تمركز خطأ قوة منطقة جزاء فيوتشر. النقطة التانية إن هو ثبت أوباما في مركز 10 وبيزيد كمهاجم تاني، حطه ورا غنام محمد. إن هو برضك منع غنام محمد نوع من الزيادة، لأن غنام محمد معروف إن هو بيستغل تسديداته القوية، إن هو بياخد أي كرة على حدود 18 منافس، وأول ما بيشم خبر بيشوط. ما شفناش ولا شوطة لغنام محمد في الماتش ده. غنام محمد فضل حاطط نفسه في نص الملعب بيراقب أوباما. وهو من ضمن الكور ديت ان هو لو عنده سرعة زيادة كان هيفتح التهديف بدري. راح بالكورة لو داس عليها شوية كمان وعنده سرعات شوية كان عارف يحطها، لكن مش لحقه مدافع في وشه وطلعها كورنر. اذا جوميز استغل. انا كنت قايل ان هو فيوتشر عنده مشكله في الجنب اليمين، ان هو اضعف جنب عنده سواء هجوميا او دفاعيا. او جوناثان عنده ضعف في ان هو بيعرف يرتد او بيسيب مساحات وراه كبيره. لو هو ثبت شيكابالا ورا جوناثان، لو شيكابالا استغل الموضوع دوت كان ممكن الزمالك يخلص الماتش من الشوط الاولاني باكتر من هدف. اذا الراجل الناس بتقول لك ما اعرفش فيوتشر كويس، لا هو فيوتشر كويس، بس هو الاستغلال او سوء استغلال من اللعيبه في الملعب هو اللي ما كانش كويس.
وان هو يعني خلى احمد حمدي يروح لعمر جابر يسند معاه، لانه كده كده فيوتشر في قلب الملعب في مركز 10 او مركز 8، ما عندوش الراجل اللي بيعرف يتكر او يعرف ينقل هجمه في وسط ملعب الزمالك او في وسط ملعب المنافس. فيوتشر في عمق الملعب ضعيف، فخلى دونجا لوحده في قلب الملعب هو اللي يقوم الواجب ان هو يفسد هجمات من عمق الملعب اللي هي كانت قليله جدا لفيوتشر. هو تامر مصطفى تشكيلاته الهجوميه كلها من الاطراف، زائد ان هو طبعا يعني زق احمد عاطف كمهاجم كوينج شمال على عمر جابر. طبعا هو كان الفكره ان هو عبد الكريم الوادي اللي هو هيبقى موجود، ان هو عبد الكريم الوادي بيعرف يخش في قلب الملعب. فهو كان خوزيه جوميز كان من تعليمات ان عمر جابر يلتزم بالوينج الشمال، سواء عبد الكريم الوادي. طبعا لما احمد عاطف نزل بقى احمد عاطف. وهتلاقي في اكتر من كوره ان عمر جابر كان بيشاور او بيزعل احمد حمدي ان انت جوناثان بيزيد، فاضطر عمر جابر يسيب احمد عاطف ويروح لجوناثان. فالمفروض ان احمد حمدي هو اللي مع جوناثان. ده الفكر اللي كان كوميز بيتكلم عليه. هتلاقي في كذا مره ان عمر جابر بيكلم احمد حمدي تعالى انت اللي مع جوناثان، وسايب شيكابالا ورا جوناثان يستغل المساحه، لكن شيكابالا للاسف ما استغلهاش. اتصاب اوباما. طبعا اوباما كان اكتر واحد متحرك في الفتره ديت ورا غنام محمد، وسلام كتير وراح كتير وباصة كتير. كان غنام كان اكتر واحد متحرك في نص ملعب فيوتشر. اتصاب اوباما، ربنا يشفيه، بيقول كسر في الفك، اتغير. طبعا انا قلت ان هو اول ما ينزل لاحمد سيد زيزو هيودي زيزو ورا جوناثان، هيستغل سرعاته وهيستغل عرضياته وهيستغل ان زيزو بيعرف ينطلق في الجنب اليمين، وشيكابالا يخش مركز 10. برضك هيوقف غنام محمد. فضل مثبت، حط احمد زيزو في مركز 10 مكان اوباما، وده ضعيفة عند زيزو، مش قوية. حط شيكابالا زي ما هو، مركز اللي هو ايه، وينج شمال وينج يمين. جه الجون بتاع فيوتشر، الزمالك جاب جون تعادل في الوقت الضايع. الشوط التاني بدأ بنفس الموال، اللي هو شيكابالا برضك وينج وزيزو في قلب الملعب. الزمالك اتحسن شويه، الاستحواذ بيزيد، التمريرات بتزيد، الزمالك بيوصل كتير. طبعا تامر مصطفى منزل بقى عدل الملعب، دخل احمد عاطف في قلب الملعب ونزل عبد الكريم الوادي. بس احمد عاطف خلاص بقى اهلك بدنيا من اللي هو الشغل اللي عمله كوينج، وينزل بيدافع كتير. فمريح الدنيا معاه، لولا بس الخطأ بتاع حسام مجيد ان هو اتزحلق والكرة راحت زعزع عملها هو واحمد عاطف، شاطها جت في العارضة. يعني مش جملة، يعني أنا مش شايفها جملة، أو مثلا فيوتشر عمل جمل أو راح على الزمالك كتير إلا بغلطات من دفاع الزمالك، غلطات قاتلة كانت ممكن تنهي المباراة لصالح فيوتشر. غير كده ما فيش حاجة تذكر. وبعدين لما لقى إن جوناثان مش عارف يزيد الشوط الأولاني، طبعا بدأ يقف يكش إن زيزو، إن شيكابالا وراه، فتحس إن انطلاقات جوناثان كانت قليلة في الشوط الأولاني. قام زقه كجناح شمال تامر مصطفى، ونزل ربيعة وراه يلعب باك واداله حرية الانطلاق. برضك ما جابتش همها مع تامر مصطفى، والزمالك فضل مستحوذ وضاغط على فيوتشر، وراح بأكتر من كورة. تمام لغاية ما ايه عمل خلاص بقى جوميز حس ان فيوتشر مش عايز او مش عنده النية ان هو يروح يهاجم الزمالك، هو مستني الزمالك هو اللي يغلط. جازف جوميز بينزل الاثنين، سيف الجزيري ونزل سامسون مكان ناصر منسي وشيكابالا. حط سيف الجزيري كمهاجم، وحط وراه كمهاجم تاني سامسون، وبينزل اوقات مركز 10 وبينزل يستلم من نص الملعب ويعمل زياده، ورد زيزو كجناح يمين مكانه المفضل. الزمالك ده بدأ يزود هجماته من الجناحين، سواء مصطفى شلبي مع فتوح، سواء زيزو مع عمر جابر. الجنبين بقى شغالين، الزمالك بقى هجوم من الجنبين، زائد ان احمد حمدي برضك بدأ ايه يتحرر شويه في قلب الملعب، اذا رجعوا بقى المركز 8 خلاص هو زيزو هيقفل مع عمر جابر وشلبي وفتوح مع بعض الناحيه التانيه. فاحمد حمدي بقى في نص الملعب مع دونجا، وبدأ يطلع الكرة من نص الملعب من قلب ملعب نادي الزمالك للناحية التانية. بدأ إن في مركز 8 عندنا بدأ يحرك الفرقة شوية. الزمالك زاد الاستحواذ، زاد الهجمات، وصول منطقة جزاء لمرمى فيوتشر أكتر من كورة. شوية لقى إن مصطفى شلبي المجهود بتاعه قل شوية، قام منزل شحاتة مكان مصطفى شلبي، وزق سامسون كجناح شمال، وده حط أحمد حمدي كمركز 10. استمر الزمالك في الضغط بتاعه والاستحواذ والوصول لمرمى أو منطقة جزاء فيوتشر. ومن ضمن الكور كعادة جزيري
حط ظهره، حط المدافع في ظهره واستلم الكورة، المدافع شده من الفريق ضربة جزاء، أحرز منها الزمالك الهدف التاني. تحس بقى إن الثقة بدأت ترجع نادي الزمالك. بدأ يمسك كورة ويروح وينقل الكورة ويستهلك وقت بطريقة شرعية. تامر مصطفى بقى ما عندوش خيار بقى، بدأ يدفع بكل الأوراق الهجومية، عايز يهاجم. خلاص انت الوقت بيروح منك واخر الماتش على ارضك، فعايز يتعادل. بدأ ايه، يرمي اوراقه الهجوميه كلها. بس طبعا انت خلاص يعني، انت الفكر اللي انت كنت بادئ بيه، انت تامر مصطفى الشوط الاولاني ضيعته بالتكتيك اللي انت عملته. فانت جيت في اخر الماتش بتحاول تعوض اللي انت عملته، فكان الوقت عدى يعني. فالخلاصه ان جوميز قرا فيوتشر كويس. حته ان هو ما قراش فيوتشر، لا هو قرا فيوتشر، بدليل ان انت فيوتشر ما استغلش سرعات احمد عاطف. تمام. مفيش فرص خطيره راحت لعواد، ان هو قلنا عواد صد كوره، هي الكوره الوحيده اللي اتشاط عليه اللي هي الانفراد من خطا من نص ملعب فاول لفتوح، اتشاطت داخل الجول. وعرضتين، عرضه من خط الدفاع الكوره جت في العارضه، والكوره اللي هي من حسام مجيد واحمد عاطف حطها في العارضه. غير كده انا فيوتشر ما فيهوش هجمه منظمه او هجمه مرتده سريعه او هجمه سريعه او هجمه كور طوليه لاحمد عاطف زي كان معروف في كل الماتشات اللي قبل كده. ان هو فيوتشر راح على الجون لعواد عن طريق الانطلاقات بتاعه احمد عاطف او جوناثان عامه. لان جوناثان كنا معروفين ان هو بياخد الجنب الشمال بتاع ده، او بيخش عمق الملعب، او بيخش كمهاجم جوه منطقه الجزاء. كل الشغل اللي كان فوتش بيعمله في الماتشات اللي فاتت ما اتعملش. اذا هو جوميز قفل على محاور ونقط القوه بتاعت فيوتشر قفلها، وبدا يستغل النقط الضعف اللي عندهم، اللي هو ورا المساحه اللي ورا جوناثان والجنب اليمين بتاع فيوتشر، سواء هجوميا او دفاعيا، ان هو بدا يستغله. دفاعيا جوميز بدأ يطبق الضغط العالي والضغط المتوسط. هو في الأول طبعا هو النقطة بقى، خلي بالك برضك إن في، إحنا كان الناس فطرت في رمضان على الساعة مثلا 6 6 ونص قبل ما يخلصوا فطار، وماتش 9. أنت الطبيعي المفروض أنت في من 3 ساعات ونص ل4 ساعات فترة بين الوجبة اللي بتاكلها وإن أنت تلعب مباراة. فطبعا أنت مفيش ساعتين ونص ونزلت تلعب مباراة، فده كله ده أثر برضك على مجهود والفكر والأداء في الملعب للفرقتين، سواء الزمالك أو فيوتشر. الناس طالعة من الصيام بقالها ساعتين ونص، ما خدتش الوقت المناسب بين الفطار والمباراة. فإن أنت برضك إن أنت تأدي الأداء دوت، إن أنت برضك تطبق أسلوبك بالضغط العالي أو ضغط متوسط. إن أنت برضك ان انت بتوصلش، الفرقه اللي قصادك دي ما توصلش الجون بامكانياتها، بفكرها، بالاسلوب اللي بيعتمد عليه، بالسرعات اللي بيعملوها على احمد عاطف ولا جوناثان. طبعا هو كان حاطط ان عمر جابر مع الجناح الشمال، هو كان عارفين ان هو عارفين ان هو اللي بيلعب، ان هو يخش معاه في قلب الملعب، واحمد حمدي هو اللي يجي على جوناثان، ويخلي شيكابالا زي ما قلت قبل كده، شيكابالا يبقى ورا المساحه، حر ورا مساحه على جوناثان. قلب الملعب فيوتشر كده كده ما عندوش اللاعب اللي يقدر يلعب في قلب الملعب سواء 8 او 10، اللي هو المبتكر او اللي يعمل حاجه مفاجاه كده للمنافس. فهو كل اللي لعبوه مع الاطراف، هو قفل الاطراف عن طريق عمر جابر واحمد حمدي بيسنده، محرر شيكابالا. الناحيه التانيه مصطفى شلبي مع فتوح، ودونجا متولي حتى في قلب الملعب، واوباما، وبعد كده زيزو، بعد كده سامسون، واقفين لغنام محمد، مانعينه من الزياده، مانعينه من انه يوصل ويستغل قوه تسديداته. اذا خوزيه جوميز نجح دفاعيا يقفل نقط القوه واماكن الخطوره ومميزات الفيوتشر اللي معتمد عليها تامر مصطفى في هجماته، وبدأ واستغل نقاط الضعف اللي هو في دفاعات او في نص ملعب فيوتشر، ان هو وصل لمنطقة جزاء فيوتشر بأكتر من كورة والتمريرات والاستحواذ. هي مشكلته كلها في الجزء الأمامي، إن هو سوء بقى الإنهاء، سوء العرضيات، سوء تمركز المهاجمين، سوء حالة المهاجمين، مع سوء حالة شيكابالا في اليوم دوت. شيكابالا عمل كورة لزيزو راح بيها انفراد ضيعها، بس شيكابالا سوء التصرف وسوء وبطء وعمر جابر وعرضياته الغير متقنة، كل دوت خلى ان الناس بصت ان الزمالك وحش، وان جوميز قدم مباراة سيئة مع نادي الزمالك.
لا، انت الارقام كلها لما تنزل لك وتبص، سواء الاستحواذ، سواء التسديدات، سواء التمريرات، سواء الفرص، سواء يعني ان انت لمس كام كرة جوه منطقة جزاء الخصم، كل دوت هتلاقي ان الزمالك تفوق على فيوتشر في كل الارقام. اذا الزمالك عمل ماتش، هو الماتش عامه كله متوسط بين الفرقتين، بس عمل ماتش جيد عن فيوتشر. تامر مصطفى سلم فيوتشر للزمالك بتغيير التكتيك بتاعه. هو الزمالك والزمالك استغلها، بس يعني كان المفروض انه بقى عندك مشكله في انهاء الهجمات. دي مشكله، اعتقد ان هي دي مشكله افراد بقى جوه الملعب، مش مشكله مدير فني. انت عندك مشكلة، مهاجم ما بيعرفش يبقى محطة، مهاجم ما بيعرفش يستغل العرضيات، مهاجم مش متواجد، مش حاسين بيه في الملعب، مهاجم بدأت تستغله في مركز تاني غير مركزه. سامسون بتنزل، هو خلاص قصير القامة، مش عارف ياخد العرضيات. خلاص الزمالك خد اللي هو عايزه من المباراة. جوميز برضك عنده مشكلة إن هو عنده قائمتين، قائمة أفريقية وقائمة محلية. أنت في لعيبة هتصنع معاك الفارق، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، زيزو لسه راجع من الإصابة برضك مش فت قوي. فهي الزمالك خد اللي هو عايزه من المباراة، الزمالك كان الأحق بالفوز فعلا. الزمالك خد اللي هو عايزه من المباراة. مباراة العودة تبقى صعبة، انت ممكن تعمل مصطفى يفاجئك، يضغطك، يهاجمك، هو ما عندوش حاجة يبكي عليها، هينزل يهاجمك، ويعتبر برضك هو في أرضه في مصر، يعني فرقتين من مصر. فأتمنى الاستعداد لمباراة العودة ما يعتمدوش على نتيجة الذهاب. اعتبر نفسك ان انت مغلوب في مباراة الذهاب وانزل، لأن تامر مصطفى من نوع المدربين اللي هو لو خطف فيك، خطف جون بيركب المباراة. اه احنا لحقناه طبعا، الزمالك كان خدمه الحظ، او يعني ربنا كرمنا بالتعادل اللي هو جابه حمزة المسلوسي، اللي هو كان شارك فيه ضعف جنش في التعامل مع الكورة. غير كده طبعا الهدف الاولاني من فاول صريح لصالح فتوح. علامة استفهام على على الحكم والفار في الهدف الأول للفيوتشر. ألف مبروك نادي الزمالك، وإن شاء الله مباراة العودة نحقق نتيجة إيجابية أكتر ونصعد للدور اللي بعد كده. شكرا.